كرة القدم فزولا بعد أن كان يتهيأ لفقدان الأمل. تنطلق الفرحة الآن. جماهير واتفورد لا تصدق نفسها. جماهير واتفورد تقتحم ملعب المباراة من شدة الفرحة، من شدة السعادة. مباراة لا أنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة. مباراة رسم سيناريو هذه المباراة ألفريد هيتشكوك، أشهر مخرجي أفلام الإثارة والرعب. أدي الانطلاقة. المونيا تتعمق وترتد الهجمة سريعا بكرة عرضية تتهيأ أمام اللاعب تروي ديني الذي لم يتوانى في أن يضع الكرة داخل الشباك، معلنا عن الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1. وبهذه النتيجة يتأهل فريق واتفورد إلى المباراة النهائية لهذه التصفيات، وينتظر على ملعب ويمبلي الفائز من مواجهة برايتون وكريستال بالاس. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين برايتون وكريستال بالاس، وغدا بإذن الله مباراة العودة. فرحة كبيرة لزولا. الأمل أتى إلى لاعبي ليستر سيتي عن طريق احتساب ضربة الجزاء، ولكن أنتوني كنوكارت أضاعها بغرابة شديدة وتألق كبير من الحارس المونيا. ترتد الهجمة وبعدها بثواني قليلة ينجح هذا اللاعب تروي ديني في إحراز هدف رائع لتصبح النتيجة 3-1. هذا الهدف هو الهدف رقم 20 لتروي ديني في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم. سريعا أمن الملعب بيخلي الملعب من الجماهير التي نزلت الاحتفال بالهدف، ودي التعيس أنتوني كنوكارت في هذه الأثناء لأنه أضاع ضربة الجزاء. جماهير ليستر سيتي لا تصدق نفسها، أيضا جماهير واتفورد لا تصدق نفسها. هنشوف حكم اللقاء هيكمل المباراة قد إيه. مباراة لا تريد أن تنتهي.